انا متاكده يا جماعه ان اللي هيجرب الاكله دي مش هيبطل يعملها كل يوم من كتر حلاوتها. مبدئيا كده انا جبت فرخايه وقطعتها بالنص وابتديت ان انا اشوحها في حته سمنه حلوه كده، ولما اخدت لون كويس نزلت عليها بشويه بصل كده يا جماعه وكرملت بقى كل الكلام ده مع بعض. معاهم بقى معلقتين من الصلصه وقلبت كل ده مع بعضه، ويا ريتكم يا جماعه موجودين وشامين الريحه التحفه اللي انا شماها. وفي المرحله دي هبتدي احط البهارات اللي هتنقل بقى كل الكلام ده في حته تانية خالص. وطبعا انا هكتب التفاصيل كلها تحت الفيديو. واهم مكون من المكونات دي يا جماعه بهارات الكبسه، حطوا منها معلقه صغيره كده. وكالعاده لازم ابشر الطماطم ما اعصرهاش، وحطيتها على الكلام ده وقلبت كل ده مع بعضه وزودت الميه وسبتها بقى لحد ما تستوي. خلاص الفراخ استوت، ابتديت ان انا انقلها في طبق لوحدها، والصلصه بقى اللي اتبقت ظبطت ملحها. وبعدين كان عندي مكرونه، وانا هنا حبيت ان انا احط نوعين من المكرونه وقلبتهم تقلبتين كده وسبتهم لحد ما يستووا خالص. ولكن في ال7 8 دقايق اللي بيستوي فيهم المكرونه قلبوهم كده كل دقيقتين 3. ونسيت اقول لكم ان انا لما خدت الفراخ حطيتها شويه في الاير فراير عشان